على أحلى متابعين مطبخ شموسة. وهاليوم وصفتنا هي تشريب رقبة غنم حمراء. أول شي راح أبدي أسويه، راح أبدي أحمر اللحم ويا باقي الأشياء. هنا شوفوا عندي قطع اللحم، قطع الرقبة قطعة بهالشكل هذه وبداعة، راح نبدي نحمر بيها. ورق غار، راح اخلي لي راس بصل قطعه بهالشكل هذا الراس اللاغ. اذا عندنا بصل صغار بعد ابدع. هنا بوتيتا اذا حجمها صغير نحطها كامل، اذا شويه كبيره نقصها هيجي بهالشكل هذا، بس نريدها تبقى خشنه ونحمس. كل ما حمسنا وطلعت هاي الروائح الطيبه كل ما التشريب مالتنا يطلع بداعه. لحد هسه ما حطيت اي نوع بهارات، لان البهارات ما تنحمس زايد، من تنحمس زايد راح تحترق. فاحنا اخير شيء قبل لا نريد نخلي الماي المغلي يلا نخلي البهارات نحمسها حمستين وبعدين نضيف الماي المغلي. وطبعا ما حد يحلي التشريب وقاعده غير اللومي بصره. شوفوا انا عندي اللومي بصره تقطع بهالشكل هذا بالسكين، بس انتبهوا على ايدكم وانتم تقبون اللومي بصره. وراح نحمسه ويا التشريب. وهسه بعد ما حمست كل اللحم كل زين راح اضيف البهارات. هنا أنا عندي كزبره وكمون. طبعا انا هنا البهارات اذا تشوفوا كلش قليله براس الخاشوقه مالكم، لان ما اريد ياثر على نكهه التشريب اللحم، اريد نكهه اللحم تبقى عندي مثل ما هي. حطيت شويه كزبره وكمون و كاري وفلفل اسود وفلفل ابيض وزنجبيل. ونخلط. تشريب رقبة غنم غير شكل. طبعا اكو من اللي يحب يسوي تشريب اصفر واكو يسوي احمر، انا اليوم راح اسوي لكم اياه احمر. شوفوا هسه نحمس البهارات فد حمستين ثلاثة وراح اضيف المعجون. طبعا لو عندنا طماطية بعد همينة نحمسها ويا اللحم شنو تطلع بداعة. حطيت المعجون وراح نحمسه ويا اللحم. الخلطة نار. راح ندور المي المغلي وهالشكل راح نغطي التشريب ونتركه حتى يستوي اللحم. وهسه بعد تقريبا 25 دقيقة، طبعا حسب كل من جدر الضغط مالته، أنا جدر الضغط ما شاء الله عندي كلش قوي. نشوف اللحم إذا استوى. اي ما شاء الله، شوفوا اللحم شلون مستوي ما شاء الله دايب ذوب. راح اخلي الملح واسده بعد 5 دقائق وخلصنا. صار عندنا التشريب جاهز حتى نصب الطبق مالتنا. بسم الله. وهسه اجينا الى الجولة الاخيرة من الفيديو مالتنا، هو انه نصب الطبق مالتنا. هلا هلا هلا، شوفوا شلون متسبك عندنا التشريب تسبك. يا سلام يا سلام بداعة. هنا هذا اللون بصل وهسه راح نذوق وياكم طبق التشريب مالتنا. والله ما نعرف منين نبدي من يا جهة. هلا بعد البوتيتا صايرة مارشميلو. نبدي بالله. واو شوفوا اللحم، شوفوا ذايب ذوب. الرقبة معروفة بتشريب الرقبة مال الغنم
يعني هي أصول التشريب. يا قطعة لحم، طبعا بس حارة شو راح اكلها؟ شلون لقمة ملوكية؟ ها تشريب عراقي اصلي. هذا شنو؟ ما احكي لكم شنو طعم اللومي بصرة، دا يعزف بالتشريب. واو. الطعم روعة. لا تنسون اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك بالقناة، وسهمكم ألف عافية.